بيبدأ فيلمنا بآنا واللي بتتصاعق بالبرق وهي ماشية في الشارع بالليل، وبيتم نقلها على المستشفى وهي بين الحياة والموت، وبيبقى جوزها كريج قاعد قلقان عليها وعلى ابنه اللي في بطنها، وبيحاولوا كل الدكاترة انهم ينقذوها ولكنهم للأسف بيفشلوا وبتموت آنا بسبب ان جسمها الضعيف ما استحملش الصدمة الكهربائية. وبيقدر الدكاترة انهم ينقذوا الجنين ولكنه بيبقى مولود بشكل غريب، وده بسبب ان جسمه فقد الصبغة الجلدية واللي بتديله لون الجلد الطبيعي. وبيطلب كريج من الدكتور انه يشوفه ولكنه اول ما بيشوفه بيفضل يعيط وبيقول ان ده مش ابنه، وعلشان كده بيتم تسليم الطفل للجد علشان يتربى معاه. وبتمر السنين وبنشوف المأمور دوج هو ورجالته وهما موجودين في مزرعة عائلة ريد، وده بعد ما جاله بلاغ من الجيران بيقولوا فيه ان صاحب المزرعة مات. وبيستنى دوج الدكتورة جيسي اللي شغالة في مركز لرعاية الأيتام علشان يبلغها بان في مراهق شكله غريب قاعد في بدروم البيت ورافض انه يخرج. وبتنزل جيسي هي ودوج للبدروم وبيتعرفوا على المراهق واللي بيقول لهم ان لقبه باودر وده بسبب بياض بشرته ولكن اسمه الحقيقي جيرمي. وبيبقى دوج وجيسي واقفين مصدومين بسبب شكل جيرمي المرعب، وبيعرفوا منه انه قضى حياته كلها في بدروم البيت وده لانه ممنوع من اشعة الشمس اللي بتضر بشرته وعينه. وبتعرف جيسي منه انه مرضاش يتصل على الشرطة اول ما جده مات وده لانه كان خايف لا يبعدوه عن المزرعة اللي اتربى وعاش فيها طول حياته. وبتلاحظ جيسي ان جيرمي عنده مكتبة كبيرة جدا على الرغم انه عمره ما راح مدرسة، وبيعرفها انه اتعلم القراية والكتابة على ايد جده وجدته، وانه مش بس قرا كل الكتب اللي موجودة في المكتبة دي، لا ده كمان حافظها وبيقدر انه يشرحها. وبعدها بيتم نقل جيرمي على مركز الايتام علشان يقعد فيه. وبيلاحظ المأمور دوج ان على سطح بيت جيرمي عدد كبير جدا من العمدان الممتصة للصواعق، وكمان بيعرف من ديك المساعد بتاعه ان سبب وفاة الجد ان جسمه اتصعق بالكهرباء. وبيوصل جيرمي للمركز وبمجرد ما بيشوفه زمايله بيترعبوا من شكله، وبيحس جيرمي ساعتها بالاحراج ولكن جيسي بتطمنه وبتعرفه انه قريب قوي هيتعرف عليهم وانهم هيبقوا اصحابه كمان وده لانهم ايتام زيه. وبيجي ميعاد الاكل وبيروح جيرمي للقاعة علشان ياكل، وبيقعد على ترابيزة لوحده لانه بيبقى لسه ما يعرفش حد. وبيقرب منه جون واصحابه وبيبداوا يتنمروا عليه وعلى شكله وبيتريق عليه وبيطلب منه انه يحط المعلقة على مناخيره. فبيمسك جيرمي المعلقة وفي اقل من دقيقة بتتحول المعلقة لمغناطيس وفجأة بتسحب المعلقة كل المعالق والشوك اللي موجودة في القاعة ناحيتها. وبينصدم جون هو وكل الموجودين في القاعة من المشهد اللي حصل قدامهم. وبيروح للمأمور دوج واللي بتبقى مراته إيما مريضة جدا وفي غيبوبة بسبب إصابتها بسرطان المخ، وبيعرف من الممرضة بتاعتها إنها كانت بتعاني طول اليوم من ألم شديد ولكنها ما كانتش قادرة تعبر عنه. فبيقعد جنبها جوزها دوج وبيحاول إنه يهون عليها الألم بأي شكل ممكن. وفي تاني يوم بيروح جيرمي لعيادة المركز علشان يتم فحصه ويطمنوا على صحته، وبعد الفحص بيتأكدوا الدكاترة إنه مش بيعاني من أي مرض في جسمه. وبعدها بتعرفوا جيسي إنه هيروح المدرسة ابتداء من بكرة زي باقي الشباب اللي معاه في المركز. وفعلا بيروح جيرمي المدرسة وبيبقى كل اللي بيشوفه بيستغرب من شكله وده بيسبب له إحراج شديد. وبيحضر جيرمي أول حصة مع الأستاذ دونالد واللي كان بيشرح طريقة انتقال الجزيئات الكهربائية من مكان للتاني. وبيبقى جيرمي قاعد مركز جدا مع زميلته في الفصل لينسي واللي بتبقى هي كمان مركزة معاه ومعجبة بيه. وبيعمل الأستاذ دونالد تجربة اسمها سلم جايكوب الكهربائي واللي بتبين طريقة انتقال الكهرباء من جسم للتاني. وبمجرد ما التجربة بتبدأ بيبان على جيرمي التوتر والقلق وبتبدأ تحصل حاجات غريبة في الفصل وبيتحرك أي معدن فيه، وبتزيد الكهرباء اللي طالعة من الجهاز لحد ما بتخرج منه صاعقة بتصيب جيرمي وبتكهربه لدرجة إنها بترفعه في السماء. وبيضطر دونالد إنه يكسر الجهاز باستخدام كرسي خشبي علشان ينقذ جيرمي من الموت. وبينتقل جيرمي للمستشفى علشان يتعالج ولكن الدكتور بيقول لدوج ودونالد إنه صحته كويسة وما تأثرتش بالكهرباء، وبيستغربوا وبيحاول دونالد إنه يقابل جيرمي بأي طريقة علشان يتكلم معاه عن اللي حصل ولكن الدكتور بيمنعه. وساعتها بيستنتج دونالد إن جيرمي ما عندوش أي شعر في جسمه بسبب كمية الكهرباء اللي متخزنة في جسمه. وفي الليل بيهرب جيرمي من المستشفى وبيبدأ دوج هو ورجالته يدوروا عليه في كل مكان. وبنشوف جيرمي وهو ماشي في الشارع لوحده وبيكون رايح ناحية الطريق السريع علشان يروح لبيت جده، وبالصدفة بيعدي على بيت زميلته في الفصل لينسي وبيقعدوا هما الاتنين يتكلموا مع بعض شوية. وبيلاحظوا إنه كل الجيران اللي حواليهم بيبصوا لجيرمي بقرف، وبيقول لها جيرمي إنه عنده قدرة على سماع أفكار الناس ومعرفة كل ذكرياتهم وده اللي بيخليه دايما يتألم لأنه بيبقى عارف الناس بتفكر في إيه لما بتبصله. وبيسيبها وبيكمل طريقه لبيت جده مشي لحد ما بيلاقي دوج وديك واقفين قدامه علشان يرجعوا تاني للمركز، وبيطلب جيرمي منهم إنه عايز يرجع لبيته تاني وإنه مش مكانه المركز، ولكن دوج بيرفض وبيهدده إنه لو ما سمعش الكلام هتحصل له مشاكل وساعتها هيتقبض عليه ويترمي في السجن مع المجرمين. فبيوافق جيرمي وبيركب معاه وبيرجعوا هما الاتنين للمركز. وأول ما بيوصل هناك بتاخده الدكتورة جيسي علشان يقابل مجلس
مجلس الدولة للتعليم، وده لأنهم عملوا له اختبار ذكاء في المركز واللي أظهر إن نسبة ذكائه عالية جدا وإنه عبقري. وبيدخل جيريمي للاجتماع وبيبدأوا يتكلموا معاه، وبيقول لهم جيريمي إنه عايز يرجع لبيته ويعيش هناك اللي باقي من عمره، ولكن جيسي بتقول له إن البيت والمزرعة دلوقتي بقوا تحت وصاية الدولة وإنه ممنوع يروح هناك غير لما يوصل للسن القانوني. فبيقول لها جيريمي إنه عارف ده كويس، وده لأنه قرأ أكتر من 10 كتب في القانون، وبيبدأ يشرح لهم قانون الوصاية بالتفصيل وكأنه دكتور في الجامعة. ولكن بيصر مدير المجلس واللي اسمه هارون إن جيريمي هيفضل في المركز لحد ما يتم ال 21 سنة، وإنه مش مسموح له إنه يقرب من المزرعة، ولو فكر بس إنه يروح هناك هيتقبض عليه ويترمي في السجن. فبيتعصب جيريمي جدا وبيبدأ النور ينور ويطفي، وكل الساعات اللي في إيديهم بتبوظ لحد ما بيسيبهم وبيمشي. وفي تاني يوم بينظم مركز الأيتام رحلة تخييم وبيطلع معاهم جيريمي، وبيبقى المشرف على الرحلة دي هو والمأمور دوج والمساعد بتاعه الشرطي ديك. ولما بيوصلوا للمكان اللي هيخيموا فيه بيحس جيريمي إن في عاصفة رعدية بتقرب منهم، فبيفتكر اليوم اللي أمه ماتت فيه، وده بعد ما اتصابت بالبرق وهي حامل فيه. وبيقعد يحكي جيريمي لدوج على اللحظات الأخيرة في حياة أمه، فبيستغرب دوج وبيقول له إن أكيد جده هو اللي حكاله على اللي حصل، ولكن جيريمي بيقول له إن البرق هو اللي حكاله كل اللي حصل، وإنه بيعرف كل حاجة عن طريق البرق. وبيسيبه بعدها وبيقوم يتمشى في الغابة، وهناك بيظهر قدامه زميله جون واللي بيبقى معاه بندقية وبيقعد يتنمر عليه، وبيقول له إنه لازم يموت علشان الناس ترتاح من شكله المرعب. وفجأة بيسمعوا صوت ضرب نار جاي من ناحية المخيم، فبيجروا كلهم ناحية الصوت وبيلاقوا إن ديك اصطاد غزالة. وبيتضايق جيرمي من منظر الغزالة اللي كانت بتعاني من الرصاص اللي أخدتها، وبيحط إيده على جرح الغزالة وبعدها بيمسك إيد ديك بقوة. وفي اللحظة دي بيبدأ ديك يصرخ ويتألم كأنه هو اللي بيحس بألم الغزالة اللي اتضربت بالنار مش الغزالة. وبيرفع جون السلاح في وش جيرمي وبيهدده بالقتل لو ما سابش ديك في حاله، وفعلا بيسيبه جيرمي وبيفضل ديك يعيط من الألم اللي حس بيه لحد ما بتيجي الإسعاف وبتنقله على المستشفى. وبعد اللي حصل ده بيتحول جيرمي للتحقيق وبيحاول دوج يفهم منه هو عمل ايه في ديك، فبيقول له جيرمي انه بس حسسه بالمعاناة اللي كانت بتعانيها الغزالة نتيجة ضربة ديك، وبيطلب منه انه يرجع لبيته تاني لانه زهق من الحياة في المركز وعايز يرجع لحياته الطبيعية بعيد عن مشاكل البشر. وبتحاول جيسي انها تأثر عليه وبتفهمه انها صاحبته وهتفضل جنبه، ولكن بيتعصب جيرمي عليها وبيقول لها انها مش صاحبته وانها مجرد كدبة زي كل الموجودين في المركز. وبيرجع دوج لبيته وبيلاقي الدكتور عند مراته، وبيقول له الدكتور ان ايامها في الدنيا معدودة لان خلاص المرض انتشر في جسمها كله. وبيقعد دوج حزين لانه مش بيبقى في ايده حاجة يعملها، وبيتمنى انها تخف او تحصل معجزة وترجع تاني كويسة زي الاول. وبنرجع تاني لجيرمي وبنلاقيه قاعد لوحده في قاعة الاكل، وبيدخل عليه الاستاذ دونالد وبيقعد يتكلم معاه وهو منبهر بكل المواهب اللي بيمتلكها جيرمي، وبيعرفه انه عبقري لانه بيقدر يتحكم في قوة عقله بالكامل. وبيسأله لو كان عنده اصحاب قبل كده، فبيقول له جيرمي لا، وده لان كل الناس بتخاف منه حتى جده كان بيخاف يلمسه. وبمجرد ما بيلمسه دونالد بيفضل جيرمي يعيط، وده لان اول مرة حد يلمس بشرته من غير ما يخاف منه او يتنمر عليه. وفي تاني يوم بيروح دوج لبيت ديك زميله علشان يطمن عليه، وبيتفاجئ لما بيلاقيه اتخلص من كل الاسلحة اللي في البيت. ولما بيسأله عن السبب بيقول له انه اعتزل الصيد بشكل نهائي لانه لحظة ما قتل الغزالة كان سعيد وفرحان، ولكن بمجرد ما جه جيرمي ومسك ايده وساعتها حس بالألم والوجع اللي الغزالة حست بيه. ومن ساعتها وهو ندمان لقتله الحيوانات طول السنين اللي فاتت لانه ادرك معنى الألم. وفي اللحظة دي بيفتكر دوج مراته اللي في الغيبوبة، وبيقرر انه يجيب جيرمي علشان يساعده في علاجها او على الاقل يعرفه هي حاسة بايه. وفي نفس اليوم بالليل بيروح ياخد جيرمي من مركز وبيطلعه على بيته، واول ما بيلمس جيرمي ايما مراته بيقول له انها متمسكة بالحياة، وده لانها خايفة عليه من الوحدة خصوصا ان علاقته بابنهم الوحيد هاري متدمرة. وبتطلب ايما من دوج على لسان جيرمي انه يحسن علاقته بابنه ويحضنه زي ما كان بيعمل زمان، فبيعيط دوج وبيقوم يحضنها وبيوعدها انه يحسن علاقته بابنهم وهيبقوا احسن من زمان. وفي اللحظة دي بتفتح ايما عينيها لاول مرة من فترة طويلة وبتموت وهي مرتاحة في حضن دوج جوزها. وبيجي هاري علشان يطمن على امه، وبيقابله دوج وبياخده في حضنه وبيبلغه بخبر وفاة امه، وبيقعد الاتنين يعيطوا وهم حاضنين بعض، وبترجع علاقتهم من تاني زي ما وعد ايما. وفي تاني يوم بيخرج جيرمي مع زميلته لينسي في الملاهي، وبيقعدوا الاتنين يهزروا ويضحكوا مع بعض، وبتبقى دي اول مرة يحس فيها جيرمي بالسعادة وهو قاعد مع حد. وفي اللحظة دي بيمسك جيرمي ايديها وبيعترف لها بحبه، وفجأة بيجي والد لينسي وبيبقى خايف على بنته من جيرمي وبيتخانق معاه، وبيطلب منه انه يبعد عنها بسبب شكله الغريب. فبيحزن جيرمي جدا وبيقرر انه يرجع للمركز، وبيلم هدومه علشان يرجع يقعد في بيته لوحده تاني بعد ما اتأكد ان مفيش حد هيتقبله بشكله البشع. ولكن وهو ماشي بيسمع صوت جاي من صالة كرة السلة، ولما بيدخل هناك بيلاقي جون واصحابه قاعدين يلعبوا مع بعض، وبمجرد ما بيشوفوه
بيشوفوه بيهجموا عليه وبيبداوا يتنمروا عليه وبيضربوه، وفجأة بيسمعوا صوت برق جاي من بره، ولما بيلاحظوا ان جيريمي بيخاف من الصوت بياخدوه كلهم وبيخرجوه بره الصالة وبيقلعوه هدومه بالعافية وبيكملوا فيه ضرب. وفجأة بتبدأ كمية البرق اللي في السماء تزيد وبتحول جيريمي المغناطيس وبيبدأ يسحب أي حاجة معدن ناحيته، وبيحصل انفجار ضخم وبيطيروا كلهم بعيد عنه وبيقعوا على الأرض. وفي ساعتها بيقف قلب جون بسبب قوة الانفجار وبيفتكروا أصحابه إنه مات، ولكن جيريمي بيلبس هدومه وبيروح ناحيته بسرعة وبيبدأ إنه يعمله انعاش كهربائي بإيده لحد ما بيقدر إنه ينقذ حياته. وبعدها بيهرب بره مركز الأيتام وبيرجع تاني لبيته وبينزل البدروم وبيفضل قاعد فيه. وبتعرف جيسي إن جيريمي هرب من المركز، فبتروح بسرعة لبيته علشان تدور عليه، وهناك بتلاقيه قاعد بيعيط لوحده في البدروم، وده لأن كل الكتب اللي في مكتبته اتسرقت. فبتحضنه جيسي وبتعتذرله لأنها أخدته من بيته وإنها السبب. وبيجي مدرسه دونالد علشان يحاول يهرب جيريمي من المدينة قبل ما يتقبض عليه، ولكن وهم في طريقهم للخروج بيقابلوا دوج وديك واللي بيبقوا جايين علشان يقبضوا على جيريمي. ولكن جيسي ساعتها بتتكلم معاهم وبتقدر إنها تقنعهم بإنهم يسيبوا جيريمي يهرب بره المدينة، وبيسيبهم جيريمي وبيفضل يجري بأقصى سرعته وهو بيصرخ بصوت عالي وبيقول الحرية. ولكن بيظهر برق في السماء وبيضرب البرق ده صدر جيريمي وهو بيجري، وساعتها بيزيد جيريمي من سرعته لحد ما بيبقى هو والبرق حاجة واحدة لحد ما فجأة بيختفي من قدامهم. وبتبقى دي هي المرة الأولى اللي يحس فيها جيريمي بمعنى الحرية من بعد ما بقاش في حد بيتحكم فيه. وبيخلص الفيلم ده بصوت عبد الله طارق. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب لو على اليوتيوب، او تتابعونا على صفحة فيلم في خلاط على الفيسبوك. ويلا سلام.